تعالى تعالى بس عشان افهمك هقول لك كلمتين حلوين. والله العظيم بكلمكم بجد، لان اللي بيحصل في نادي الزمالك ده خلاص هو عدى مرحلة الضحك. والاهلاويه خلاص ماتوا مننا، من بص ماتوا من كتر الضحك اساسا. ولكن واحد هيجي يقول لي اصل انت واقف كده، اقول لك عشان النور قاطع فواقف جنب الشباك عشان يجيب لي اضاءه عشان اعرف اعمل الفيديو. ولكن مش موضوعنا، مش موضوعنا. بص يا سيدي، الضحك ما زال مستمر في نادي الزمالك. واحد يقول لي خير يا اصلي، هقول لك عملت اللايك؟ عملت اللايك ولا لسه؟ شير الفيديو ده بقى، اعمل لايك وشير الفيديو ده وصلي على النبي. ولو انت اهلاوي اكتب 10 الاهلي، ولو انت زملكاوي اكتب 10 الزمالك. بص يا سيدي، عامة كلنا عارفين ان في برنامج انتخابي في نادي الزمالك، صح؟ صح. عارف بقى ان في ضحك بيحصل فيه؟ هتقول لي خير فيه؟ هقول لك ما تستعجلش. الاستاذه ميرفت اللي هي مرشحه لرئاسه نادي الزمالك داخله ببرنامج قوي جدا، والاستاذ حسين لبيب داخل ببرنامج قوي جدا جدا جدا. وهو استاذه ميرفت قالت لك انا بقترح ان احنا نقدم على قناه نادي الزمالك، ما نقدمش برامج رياضيه، احنا نقدم برامج طبخ، نقدم مسلسلات وافلام والمواضيع دي كلها. حلو، حلو الكلام ده. وانا اول واحد هقعد على برنامج الطبخ اعرف انتوا بتعملوا الملوخيه ازاي، حلو، او المحاشي ايا كان. ما هو مش هيبقى نادي الزمالك اصلا، هو هيبقى نادي الزمالك للطبخ والمهلبيه. ما علينا بقى، ما علينا. زائد ان الاستاذ حسين لبيب داخلك برنامج قوي جدا ايضا. ليه بقى؟ كلنا منتظرين حلول داخل نادي الزمالك، حلول قيد بقى، حلول وقف مش عارف ايه، حلول وقف قيد سبورتنج لشبونه واتشم بونجو وابراهيم نضاي. وعندك سامسونج والجزيري مقدمين شكوى ضد نادي الزمالك ان هم عايزين مستحقاتهم، واللاعيبه المصريه خدت فلوسها والاجانب لسه. يعني انت عندك مواضيع اهم بكتير جدا 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 انك تتكلم فيها في برنامجك الانتخابي. ولكن ان انت تسيب المواضيع دي كلها وتمسك لي في العشرين شجرة، يعني هي خلاص يعني دقت بينا، هنخش على العشرين شجرة خلاص. نادي الزمالك يعني هي واقفة على العشرين شجرة، هيقع على بطنه يعني لو ما عملناش العشرين شجرة كابتن حسين. لا، الأستاذة ميرفت بتقول لك ايه بقى؟ كابتن حسين لبيب راح قعد مع اسوريو، وانا لحد دلوقتي ما قعدتش مع اسوريو، وانا لحد دلوقتي لسه هروح اشوف اقعد مع اسوريو. اشمعنى بقى؟ اشمعنى؟ في واحد من الاعضاء كده بيقول لها يعني ليه يعني اشمعنى عايزه تقعدي مع اسوريو؟ قالت له ما انت لو مهتم كنت عرفت. ما هي مش ناقصه يا استاذه ميرفت، والله ما ناقصه، ورب الكعبه ما ناقصه اصلا انك تروح انتخابات. ايه اللي انتوا عايزين تخشوها؟ ما علينا بقى، لا يقول لك بقى مرأة ولا ما مرأوش، مالناش دعوه. ما لا، خشي. وانا لكن انا عارف ان هي تجربه فاشله اصلا، ولكن عادي. محاشي ايه اللي انت عايزه تعمليها؟ وقناه طبخ ايه اللي انت عايزه تشغليها؟ او اقول لك ارحم من كابتن خالد عادي. الله ينور عليك، انا مبسوط منك والله. انا مبسوط منكم اللي بتعمل ده. الاهلاويه بيقول لك في 30 حاله في الانعاش ما يتم الضحك بسببكم والله. ولكن قدر الله ما شاء فعل. خد الثالثه بقى، خد الثالثه. يعني النادي الاهلي اصلا امبارح فيفا عامله احصائيه كده جميله، تقول لك ان النادي الاهلي لحد الان هو مصنف رقم ستة عالميا. اشمعنى ستة؟ سؤال بيطرح بلح بقى. اشمعنى ستة؟ يعني اشمعنى رقم ستة اللي انتوا مسكتوا النادي الاهلي وحطيتوه في يا لا ما علينا. ما انا كل شويه هقعد اقول لك ما علينا. ونادي الزمالك وترتيب نادي بيراميدز، تعالى بقى عشان ده ضحك تاني خالص. نادي بيراميدز رقم 75. والله. طب نادي الزمالك رقم 95. 95 95. ولك الله يا زمالك. هنيجي بقى لاخر نقطه. هقول لك اصل هو بص، هو الضحك الخام بيجي مره واحده. انا عارف. بص يا سيدي، زيزو وفتوح مالهم؟ هتقول لي خدوا فلوسهم؟ هقول لك خدوا فلوسهم، خدوا جزء بسيط من فلوسهم، من مستحقاتهم اصلا القديمه. ولكن بعد ما عرفنا ان سامسونج وعندك الجزيري قدموا شكوى ضد نادي الزمالك انه ياخدوا حقوقهم، زيزو وفتوح يهددوا نادي الزمالك
بفسخ تعاقدهم لانهم ما خدوش مستحقاتهم كامله. يعني كلنا كنا عارفين ان كان في موضوع زيزو ان هو كان عايز مش عارف 10 مليون او 15 مليون عشان يقعد في نادي الزمالك، فبالتالي ما خدش ال 10 مليون وال 15 مليون وخد نسبه بسيطه ما يقرب من 5 مليون. حلو. فبالتالي الاتنين قعدوا مع بعض، بقول لك يا فتوح، بقول لك يا زوز، إيه الدنيا؟ قال له بقول لك ايه، احنا لو ما خدناش حقوقنا قبل شهر 12، قبل شهر 12 احنا هنركب الزحليقة. هتركب بقى الزحليقة، هنركب الزحليقة. فبالتالي علشان يبقى عندك خلفية، لو زيزو فتوح كزملكاوي بقى تبقى عارف يعني الكلام ده، لو زيزو فتوح ما خدوش مستحقاتهم كاملة قبل شهر 12، زيزو فتوح خارج نادي الزمالك قبل شهر 12. اسمع مني بقى الكلام ده ثقة. سلام عليكم.